فلوسي وشايخ كله خده. انا ما خدتش حاجه، انا كنت بتزعق عليها وحاجتها معاها وكل حاجه معاها، ولو انا خدت حاجه هتحاسب. حال من الجدل أثرتها أم المرحوم ضاضة الليثي شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي بعد ما خرجت في بث مباشر في حالة انهيار. ويا ترى إيه اللي وصل العلاقة اللي بينهم لكده؟ بعد ما كانت حياتهم هادية وما كانش حد بيسمع عنهم حاجة إلا بعد وفاة ابنهم ضاضة. شيماء سعيد زعمت إن زوجها إسماعيل الليثي ضربها وأخد منها كل حاجة، وخد كمان فلوسها وبناتها، وإنه بوظ لها وشها وخد دهبها كله ومفتاح عربيتها وفلوسها اللي تعبت فيها. وقالت أم ضاضة الله يرحمه أنا عايزة حقي وحد يلحقني، أنا قافلة بقي ومستحملة 10 سنين عشان بس أولادي وبيعرف بنات كتير عليا، عايزة حد يلحقني. والمفاجأة بقى إن بعد ساعات رد إسماعيل الليثي على اتهامات زوجته وقال إنها لسه مراته وإنه ما سرقش أي حاجة وإنها خناقة عادية زي اللي بتحصل بين أي زوجين، وأنا تركت البيت وما ضربتهاش ولا جيت جنبها وما سرقتش منها أي حاجة. أضاف الليثي كمان شيماء اتهمتني بسرقة ذهبها، لكن الحمد لله مصر كلها تعرف أنا شبعان وما أقدرش أعيب فيها ولا أقول أي كلمة وحشة في حقها، لأنها أم رضا ابني وكل حاجتها معاها، ولو أنا خدت أي حاجة تحاسب. يا ريت كل واحد يخليه في نفسه ومحدش يدخل بينا. هي انفعلت واتكلمت بشكل سريع وكل الستات بتتخانق وربنا يديها الخير كله. وشيماء بتحب السوشيال ميديا وبتطلع حياتنا كلها، ودي خناقة بين راجل ومراته. شيماء سعيد هي والدة الطفل رضا المعروف بلقب ضاضة، واللي توفى بشكل مأساوي في سبتمبر الماضي، واللي كان إثر سقوطه من شرفة المنزل بالطابق العاشر. فتفتكروا الخناقة اللي بينهم هتوصل يا ترى لفين؟ لأن المعروف إنهم لسه بيحبوا بعض.